أسهل وأشهى وصفة فاهيتا ممكن تجربوها. صار وقت العشاء واحترت شو أعمل، قلت لحالي والله عندي صدور دجاج بالفريزة لطالعن وأعمل أطيب فاهيتا سريعة وطيبة وما بدها وقت. طالعت صدورة الدجاج وقطعتهم بالشكل هاد، وحطيت الزبدة بالمقلاية وقليتن شوي. بس حبيباتي لا تنسوني بالصلاة على النبي بالتعليقات، وتشتركوا بقناتي لو سمحتوا حتى أكبر أنا وياكن. وبعدها ضفت عليهم التوابل يلي هنن معلقة ملح، نص معلقة فلفل، ومعلقة بابريكا، ونص معلقة أوريجانو أو زعتر بري مطحون، ومعلقة من توم البودرة، ومعلقة من بودرة البصل، وقلبتن شوي حتى تتوزع الطعمة والبهار يتوزع على كل الدجاجات. وبعدها طبعا خليتن على نار عالية، ورحت قلي الخضرة يلي هي كنت مقطعة فليفلة خضرة وفليفلة حمرة وفليفلة صفرة وبصل لشرائح، وكنت عاملة 4 أسنان توم وبرشتهم بالمبرشة الصغيرة. وهلأ حطيت شوية زيت نباتي وضفت الخضرة عليهم اللي حكينا عليهم مع رشة ملح ورشة فلفل. وبعدها طبعا بيكون الدجاجات استووا، رح ضيف الدجاجات فوق الخضرة ورش عليهم سر النكهة واللون يلي هي الصويا صوص. ومالنا غنى أكيد عن جبنة الموزاريلا. ضفت عليهم الموزاريلا واستنيتها لتدوب الموزاريلا، وبعدها صارت معنا الطبخة بهالشكل هاد يلي بياخد العقل. بعدها طبعا فتحت الساندويش وحطيت بقلبه الثوم وضفت عليهم الدجاجات، وألف صحة وهنا على قلوبكن، والله طعمة بتاخد العقل. وهيك خلصت وصفتنا، بحبكن كتير، باي باي.